السلام عليكم. أقل ما يقال عنه أنه رجل بمقام الوطن، فهو كان يتعب نفسه لراحة الآخرين ويحرق نفسه كالشمعة ليضيء للإريتريين. نتحدث عن الأستاذ سيد عيسى سيد محمد، الذي ولد بمدينة كرن الأبية في عام 1940 وتحديدا في عدي حشل. ولقد كان والده رجل دين ميسور الحال، ويملك الكثير من الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، حيث عاش سيد طفولته في كنف والده المربي، محاطا بهذه العناية وهذه الرعاية الكريمة، حيث توفي والده رحمة الله عليه، فتولى رعايته أخيه الأكبر حسن، فسعى له واجتهد حتى يدخله المدرسة رغم سنه الصغير الذي لا يؤهله بعد لدخول المدرسة، حيث كان يبلغ السادسة فقط والمدرسة عند السابعة من العمر. تمت الموافقة والاستثناء له لنباهته وذكائه، فقد كان يجيد القراءة والكتابة مع سرعة الاستيعاب. أكمل تعليمه الابتدائي في كرن ثم توجه إلى أسمرة، حيث التحق بكلية التربية التي أنهاها على الرغم من الإغراءات إلى التحول لكلية الصناعية، حيث كان أساتذته يرون نبوغه وتفوقه ويطلبون منه الالتحاق بالكلية الصناعية، ولكنه كان ينظر لوضع عائلته لذلك اعتذر منهم. تخرج في 1956 حيث يبلغ من العمر 17 سنة، فعاد إلى أهله وعشيرته ليكمل التدريس هناك. كان الأستاذ سيد عيسى نعم المدرس ونعم المربي، حيث كانت طريقته ممتعة ومرنة، حيث لا يمل منها الطلاب، كما أنه كان يعوض كل أستاذ يغيب عن درسه في الإنجليزية، حتى أصبح يدرس عددا كبيرا من الفصول والمدارس، كما أنه رفض عددا من المناصب السياسية والإدارية، ورأى نفسه في مهنة التدريس ومع الطلاب الذين أحبهم وأحبوه. وبعد مرات ومرات عديدة من المحاولات وافق الأستاذ سيد عيسى ليكون مديرا لمدرسة أغردات للبنين، وأيضا أمين صندوق اتحاد المعلمين، ثم مفتش وضابط التعليم بمدينة كرن لمدة 3 سنوات. وقد قام بتأسيس العديد من الواجهات والمنظمات التي من مهامها رعاية الطلاب وقضاياهم ورعايتها، فقد أسس جمعية النور والهدى الخيرية التعليمية، بالإضافة إلى مشروع مساعدات الطلاب ومشروع تبني الطلاب وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الإنسانية. نسأل الله أن يبارك للأستاذ سيد عيسى فيما قدم ويقدم، فقد خدم طلاب إريتريا وساعد في تيسير الدراسة لهم. له منا ومن كل الشعب الإريتري كل التقدير والشكر والامتنان.